شفيق وقع فجأة جوه كرتونة، ولما فتحوها ما كانش موجود. بسيط قال شفيق أكيد تاه جوه خياله. شفيق لقى نفسه في الضلمة وكان محتاج كشاف، وفجأة ظهر له كشاف بجد، وطلع إن أي حاجة تتخيلها جوه الكرتونة دي بتحصل. في يوم سبونج بوب وهو بينظف السندرة لقى كرتونة الخيال، فأخدها عند الباب بره. سبونج بوب نط جواها بس منفعش، ولما ظهر بسيط كان عايز يجرب هو كمان. أخدوا الكرتونة لورشة تصليح، العمال بدأوا يصلحوها بس كان في قطعة ناقصة، فرجعوها وسابوها عند باب شفيق، ودي كانت البداية. شفيق كان بيدور على مخرج، لمح سلم قريب وجري عليه، وأول ما وصل لآخره واختفت الدرجات ونزل على طول من فوق. شفيق سأل أخرج إزاي؟ بسيط رد سهلة، اتخيل المكان اللي تحب تكون فيه. شفيق اتخيل نفسه في إجازة على البحر، والموضوع بقى حقيقة بسرعة، وكان مسترخي وبيشرب عصير جوز هند فريش في عيشة كان بيتمناها. بسيط لما سمع صوته المبسوط خمن إنه في الغابة، وفي ثانية المكان اتغير والعصير اتقلب لعنكبوت كبير. سبونج بوب نبهه إن الغابة مليانة حيوانات كتيرة زي تعابين البحر الكبيرة. شفيق جرى بسرعة وقابل الويتر يطلب مساعدة، بس الويتر اتقلب لفقمة، فجرى شفيق وهو مستعجل، بس مسبوش شفيق في حاله والمحار أكل هدومه. شفيق قال تمام وعلى العال، أنا دلوقتي تاهة في الغابة ومن غير هدومي. بسيط قال له مفيش مشكلة، افتكر إنك تقدر تتخيل أي حاجة. شفيق اتخيل نفسه مستكشف ولسه هيبدأ مغامرته، لقى نفسه وسط مجموعة كبيرة من حيوانات الفقمة. لمح منطاد على شكل سبونج بوب وقرر يستخدمه، بس لما فك الحبل رجليه اتعبلت فيه، وهم فاكرينه بيتسلى نبهوه من الرياح الشديدة، والكرتونة بدأت تلف بسرعة، وفجأة الحبل اتفك وشفيق بدأ ينزل بسرعة. سبونج بوب عمل إعصار من الفقاقيع لف حوالين شفيق وجسمه كله. سألوه أنت كويس؟ وبسيط رد هو كويس، شوف كده هو في ديناصورات في الغابة؟ وفجأة ديناصور بدأ يتحرك ورا شفيق، ومبقاش قدامه غير إنه يتحرك بسرعة عشان يتفاداه. سبونج بوب افتكر إن شفيق مقضي وقت ممتع، بس شفيق سأله إزاي يهرب؟ سبونج بوب اقترح يتخيل مكانه المفضل. شفيق فكر في نادي لموسيقى الجاز ولبس وشيك نفسه على طول. الويتر صبت له فنجان قهوة، وشفيق بدأ ينسجم مع اللحن، بس لما جه يدوق القهوة لقى طعمها ناشف زي الحجر، وفجأة النادي اتقلب لفرقة روك صاخبة والكل اتجمع، وشفيق أعصابه تعبت تماما. سبونج بوب اقترح يصفي ذهنه، وبالتدريج الكرتونة رجعت لطبيعتها. سبونج بوب قال إن ده عالم الرسم، ونبهه من رجل القلم الرصاص، ورسم بورتيريه رماه جوه. شفيق سأل بقلق إزاي يخرج؟ وبكل قوته نفخ في رجل القلم الرصاص فوقعه، واستغل الفرصة ورسم بابا وهرب منه. شفيق أخيرا زحف وخرج برها الكرتونة، ولما شاف مكانه المتعود عليه فرح جدا، وقرر يروح لمقرمشات سلطة حيث ينتهي الخيال، ورجع للمكان الهادي ده وأخذ نفسه بارتياح. بسيط قال نقوله؟ سبونج بوب رد لا، ده باين عليه مبسوط قوي، وجبة سلطة برجر جاهزة وطالعة حالا.